البنات اللي كيبغيو يبانو زوينين مكياج كينوضو يشطحو، شي مرات كيوقفوا حدا المرايه وهما شي بعورات، ولهذا كيوقعوا لهم بزاف ديال المشاكل. راجع والله اعلم، لانه داك البوابه اللي قلنا ديال العالم الاخر كيشوفهم شي واحد منا، والاغلبيه كيتصابوا كما كيقولوا بعض الرقات الجن العاشق، وكيكون الاغلبيه السبب ديال هاد الشيء هو المرآة، اي المرايه. ماشي مشكل تبغي تشوف راسك مزيان ولابس مزيان ومهلي في حالتك، هادشي تا واحد ما كيعترض عليه، ولكن المشكل هو ملي كيرجع الوقوف حدا المرايه واحد الهوس وواحد البليه. علماء ديال الماورائيات حاروا في التفسير ديال المرايه. علاش؟ لان الكثير منهم كيامن بالنظريه ديال ان المرايه هي باب ديال العالم الاخر، ومن خلاله يمكننا نتواصلوا مع الجنون، مع العفاريت، وهما كذلك. فلهذا كتلقى بزاف ديال العلماء لا ديال الدين ولا ديال الماورائيات كيقولك ما مزيانش تبقى واقف حدا المرايه بزاف، ولكن ما ذكرولناش الاسباب ديالها. كيقولك الا كانت المرايه حدا البلاصه فين كتنعس غطيها عاد نعس، ولا من الاحسن حيدها. هادشي معروف عندنا، وتقريبا بزاف ديال الناس كيشاركوني نفس الرأي، ولكن المشكل كتلقاه عند الشباب ديال اليوم، وبالخصوص البنات اللي كيبغيو يبانو زوينين مكياج كينوضو يشطحو، شي مرات كيوقفوا حدا المرايه وهما شي بعورات، ولهذا كيوقعوا لهم بزاف ديال المشاكل. راجع والله اعلم، لانه داك البوابه اللي قلنا ديال العالم الاخر كيشوفهم شي واحد منا، والاغلبيه كيتصابوا كما كيقولوا بعض الرقات الجن العاشق، وكيكون الاغلبيه السبب ديال هاد الشيء هو المرآة، اي المرايه. ماشي مشكل تبغي تشوف راسك مزيان ولابس مزيان ومهلي في حالتك، هادشي تا واحد ما كيعترض عليه، ولكن المشكل هو ملي كيرجع الوقوف حدا المرايه واحد الهوس وواحد البليه. وكيقول واحد المثال: الشيء الذي زاد عن حده انقلب الى ضده. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع القصه. كتحكي لنا صفاء وكتقول: ملي كنت صغيره وانا كنعشق شي حاجه سميتها المرايه، كنت كنوقف حداها ونبدا نشطح ونغني، نبدل الحوايج ونعاود بالساعات ما كنقنطش. كانت ديما الوالده ديالي كتقول لي: ابنتي راه داكشي ما مزيانش، ما تبقايش توقفي حدا المرايه بزاف. لدرجه انني كليت القتله الاولى والثانيه والثالثه والعشرة حتى ملوا مني. ولكن في السن ديال 15 عام ولا هادشي عندي بليا، ومعانا الحمد لله ربي نعم عليا بواحد الزين وواحد لاطاي بلا والو، بلا لاصال، بلا حتى شي حاجه من عند الله. وكثرت من الوقوف حدا المرايه، ولاو كيوقعوا لي موراها شي حوايج كان كيصحاب لي عاديين. كنت كنفيق في الصباح كنلقى بحال فيا الضرابي داتي كامله مزرقه بحال الا واكله العصا، وشي مرات كنلقى لي مره ديال اليدين على في رجليا وفي يديا وشي بلايص واحد اخرين. شحال من مره مشيت عند الوالده وريتهم لها كتقول لي عادي، يمكن الضغط النفسي، امتحانات. ملي درت 20 عام ولاو كيجوني الخطاب بزاف على الجهد، ومع انا زوينه وعطيه العين
ما عجبني حتى شي واحد، وخصوصا في المرحله ديال لافاك ديالي. كلشي كان كيبغي يهضر معايا، وتا واحد ما كان كيعجبني، كنقول تا واحد ما يشتهلني. المهم طورت، وليت ندخل ندوش، كنطلق الموسيقى وحدايا المرايه وانا كنغسل، اياه في الدوش. كنشري حوايج، الملابس الداخليه، بدا نبدل ونعاود حدا المرايه، كل واحد وشنو كيبغي، وفرحان براسي بزاف. وداك الغرور اللي فيا نهار على نهار كيتزاد. واحد النهار كنت كنتسارى انا والوالده في البازار، وهي تبان لي الحبيبه ديالي. اياه شكون من غير هاد المرايه، ولكن هاد المرايه كانت شويه في شكل مبدله في الشكل ديالها وكبيره، بحال داك المرايات ديال الملوك، داك القدامين ديال فرنسا، والمهم داك العصور ديال القرن 19. جريت الوالده هي بالحيله بحال شي دريه صغيره، حتى وقفت حداها وبقيت كنشوفها، كنقلبها، كندور بيها، وبقيت كنتبوزا حداها في الزنقه حتى نسيت راسي. قالت لي الوالده: بسم الله عليك ابنيتي، اش كديري؟ واش نسيتي راسك؟ صحاب لك راكي في الدار، راكي في الزنقه، ايوا جمعي راسك. هيا قلت لها الوالده راه عجباتني هاد المرايه وبغيت نشريها. قالت لي: ومين يجيك بالسلامه الفلوس ديال هاد الشي كامل؟ نوصف لكم بعدا المرايه كي دايره، فيها تقريبا 180 في الطول، والعرض ديالها 60 سنتيم، وجايه بحال الشكل ديال البيضه. كتعرفوا هادوك المرايات القدام اللي كيكونوا الشكل ديالهم بيضاوي، ولي زايد عطيها واحد اللمحه زوينه هي انها بالفضي، فيها بالجناب ديالها واحد الكتابه والرسومات ما لحد الان مازال ما عرفت شنو هما داك الشيء. وفيها واحد تريبي هاجتها، داك التريبي بحال رجلين ثلاثه، كيخليها الدور 360 درجه، وداك النقوش ديالها والرسومات مخربقين، عطينها واحد المنظر زوين. المهم انتبه لينا مول المحل وجا عندنا وقال لي: امر لالا، اش حب الخاطر؟ نطقت وقلت له: شحال داير هاد المرايه سيدي؟ قال لي: باش ما بغيت لالا. جراتني الوالده وقالت لي: واش كضحك عليا؟ واش عندك الثمن ديال هادي باش تشريها؟ راه باينه غاليه. قلت الوالده: اسكتي وخلينا نتشطروا معاه وما عرفتيش شحال تخليه لنا سيدي؟ المشكله هو الثمن ديالها، الثمن ديالها يعني رخيص بزاف، ما بالنسبه لي انا يعني رخيص. قال لي: نخليها لك ب500 درهم ونوصلوها ليك حتى للدار الا بغيتي. ما بغاش يدخل لي العقد. الوالده حلات فمها ما فهمت حتى شي حاجه. قلت هذه هي الفرصه، راه نتشطر معاه، راكم عارفين حنايا العيالات والبنات فينا تشطروا بزاف. قلت له: نقصنا شويه في الثمن وخليها لنا بشي ثمن رخيص، راه حنا نديوها من عندك. قال لي: اخر ثمن نقدر نخليها لك 300 درهم ونوصلها لك حتى للدار، بليزير مني، احنا والله الا براس مالها واخدين معاكي. قلت له: عاد شادي دير؟ خليها ب250 درهم وتوكل على الله. قال لي: ماشي مشكل، بالصحه والراحه. خلصتها ومشينا سبقناهم للدار، وصلوها للدار، ولكن المشكل دقوا وحطوها في الكارطونه ديالها، ومي حليت الباب ما لقيت حتى شي واحد. هبطوا مع الدروج، كان سمعنا غير الناس هابطين مع الدروج ماشي سوقي فيهم. المهم وصلوا لي الحبيبه ديالي، دخلتها للبيت وحطيتها اون فاس ديال الفراش ديالي. يا سلام، وفرحانه واحد الفرحه بحال شي دريه صغيره شريتي لها شي لعابه ديال عاشوره. قديتها بقيت كنمسحها من الغبره. داز داك النهار زوين بزاف. المهم في الليل وجدت انا والوالده العشاء في الكوزينه، وجا الوالد. بقيت باش جا الوالد بقينا كنهضروا، وانا جبت له الموضوع. قلت له: الوالدي راني ديت واحد الهمجه هاد النهار من السوق ما تخيلهاش. قال لي: شنو ديتي؟ شي كسوه عاوتاني من داك الكساوي ديالك، 400 درهم 500 درهم ديما دايخين عليك عباد الله. داكشي كيتباع ب600 ريال، انتي كتشريه ب400 درهم. بقى كيضحك. قلت له: لا،
راني شريت هاد المره مرايه. الله، على قلت المرايات في الدار بنتي، ما لقيتي ما تشري غير المرايه؟ ولا الوالد، هذه راها مرايه مبدله على المرايات كاع الاخرين اللي شفتي، مرايه واعره، والثمن ديالها راه رخيص بزاف. شحال الثمن ديالها؟ 250 درهم، وصلوها لنا حتى للدار. ايوا صافي، داكشي اللي لقاو عندك بنتي، وتتشوفها وحكم. واخ نساليو العشاء ونمشي نشوف هاد المرايه هادي. المهم سالينا العشاء، دخل معي الوالد للبيت، شافها الطباط، الكبر ديالها، الشكل ديالها مبدل على بزاف ديال المرايات، يعني تقدر تحط فيها الفلوس وانت ما حاش. قال لي هادشي غريب، مرايه بحال هادي 250 درهم. اري داك النظر ديالي، عطيتو النظر ديالو، بقى كيحقق فيها من هنا من هنا، كيشوف داك النقوشه. قال لي عمري شفتي لغه بحال هادي، وهاد النقوش ديالها جاوني شويه غراب، ولكن بصح تستاهل 250 درهم. قلت له واش شتي؟ هادشي اللي قلت لك. هاي لا تستاهل 250 درهم، ولكن الا لقيتك عاوتاني واقفه حداها كتبوزاي بداك الحوايج راني غنشخشخها. صافي، بقى كيضحك وخرج. حتى لهنا الحياة ديالي ماشي عادية، ما وقع حتى شي حاجة. داز وقت طويل صراحة الله، ما بين لافاك، القراية، بريباراسيون، الخرجة مع الدراري مرة مع الأصدقاء ديالي. عندي انايا في البيت ديالي البيسي موراه الباب، يعني ملي كنكون جالسة بعطية وجهي للبيسي كيكون موراي الباب، وحداه المراية. داك المراية جاية جنب الباب في واحد البلاصة اكزاكت، راكم عارفين تقريبا. هادي تصوروا معاي الشكل كي دايره، حيت قبل ما تخرج خصك تكون حداك المراية تشوف راسك كي داير عاد تخرج من الباب ديال البيت. المهم النهار اللي هيوقع لي المشكل، رجعت للدار ما لقيت حتى شي واحد في الدار. كما العاده دخلت بدلت حوايجي هما الاولى، وقفت حدا المرايه، طولت الوقفه فيها، دخلت للكوزينه وجدت شي حاجه ما ناكل، ورجعت للبيت. شعلت البيسي ديالي، بقيت مكونيكتي، الضحك داير لي زيكوتور في ودني كنصنت، او الكاسك ديال البيسي عفوا، كنصنت الاغاني شويه ويطفى البيسي. الضفيه باش طفى البيسي، عارفين بلي ليكرون كتبقى كحله وكيمكن لها توريك اللي موراك، ماشي بحال المرايه ولكن راه كتبين لك شي شويه. كنشوف بنادم واقف حدا الباب د البيت، تخلعت درت داك الساعات ما لقيت حتى شي حاجه. وليت قلبت وجهي جهه البيسي ما لقيت حتى شي حاجه، كلشي عادي. المهم ديماريت البيسي وشعل. كتعرفوا داك الشعله ديال البيسي كيبين لك الويندوز وعاد كيشعل البيسي عادي. في داك الشعله التاليه فين كيبقى الكحول او الويندوز بان لي نفس داك الخيال، ولكن قريب ليا بزاف، تقريبا حدايا. حسيت بالسخونيه مورا ظهري تتشوك عليا اللحم ديالي. غوت ونط من البيسي، ما لقيت حتى شي حاجه، بحال شي حمقى غير كيتهيأ لي داك الشي كامل. هادشي اللي جاب لي بالي النوبه الاولى. اما انا داك الشي راه عنده اسباب ديالو. كملت في البيسي شويه، كنسمع الدقان في باب الدار. صحابني انا راه مالين الدار جاو. مشيت حليت الباب ديال الدار، ما كنلقى حتى شي حاجه. وليت شديت الباب، يلا ندخل البيت كنسمع الدقان. عاوتاني مشيت حليت الباب، ويلي شكون هادو؟ باش يكونوا داك البراهس اللي كيلعبوا. سديت الباب وبقيت حدا باب الدار وانا نسمع الدقان. حليت بالزربه ما لقيت حتى شي حاجه، مع العلم بانه ما يمكنش شي واحد يدق ويهرب في داك المده. يعني كاين لا بغيتي تخبع كاين واحد المسافه خصك تضربها باش تخبع مورا الدروج. مبغاش تدخل لي لدماغي، قلت والله تنحصل هذا اللي كيدق. بقيت كنشوف داك العين السحريه وانا نسمع الدقان. ملي طليت ما لقيت حتى شي واحد، والدقان مازال كيدق.
جمدولي ركابية. وقفت، بديت كنسبق للبيت، شديت عليا الباب ديال البيت بالساروت وعيطت لمارين الدار، قلت لهم دابا تجيو للدار. هاشنو وقع. طبيعة الحال تا واحد فيهم ما سيقني، راكم عارفين. ملي جاو مالين الدار حلوا الباب بالسوارس ودخلوا، بقاو كيدقوا على الباب د البيت. انا بقوة الخلعة ما قديتش نجاوب، كنقول راه غير يمكن داكشي اللي ما نعرف شنو وقع لي هو اللي كيدق عليا عاوتاني. حتى قالوا لي حلي الباب، راه حنا والديك، حلي الباب، علاش ما بغيتيش تحلي؟ عاد حليت الباب. شبعت بكا داك النهار، عاودت لهم شنو وقع لي من الاول حتى التالي. قالوا لي بنتي هادوك غير داك القصص اللي كتصنتي لهم وداك الافلام د الرعب، وهاد الكاسيطه راكم عارفينها. كاع الناس او كاع الوالدين كيقولوا لك هادشي تخيلات. المهم داز داك النهار واش ما عطا لا غدا عليه، نت مشيت لافاك، وليت رجعت، كانت الوالده في الكوزينه، الوالد مازال ما جاش. فقلت نديرو عاوتاني شويه ديال السبور اللي هو نشطح حدا المرايه، الدور ديالي انايا. شعلت البيسي، طلقت الاني، شديت الباب د البيت وبديت كنشطح مع راساتي حدا المرايه، ما دايا حتى شي حاجه، حتى الصوره ديالي كتفيكسا حدا المرايه. تخيل معايا انت واقف كتشطح وداك الانعكاس ديالك، اي الصوره ديالك اللي في المرايه كتشوفها مفيكس، وكتطلع وتهبط فيك بواحد الوجه كيخلع وجهك، ولكن كيخلع داك الملامح ديالو شويه مبدلين.